السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الحربي، المملكة العربية السعودية، تخصص علم نفس. حقيقة أنني دخلت هذا البرنامج الجميل، الكوتش المالي للأفراد، والذي الآن أرى أنه الناس بحاجة كبيرة جدا 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 لتعلم التعامل مع المال، ولا بد من المعرفة قبل العمل. فإن لم يكن هناك معرفة صحيحة من جهات مختصة، جهات معنية ومتخصصة في هذا المجال، فليس لذلك فائدة. فأنا دخلت برنامج الكوتش المالي مع رشيد، وعرفت أشياء كثيرة عن التعامل مع المال، ومنها تعرفت ما هو المال، وما علاقة المشاعر بالمال، وأيضا ما هي السلوكيات الخاطئة، في التعامل مع المال. تعلمت وعرفت الخطة الشخصية التي تعملها للمال. تعلمت أيضا ما هي الديون، وكيف عملية السداد الصحيحة للديون. وتعلمت أيضا ما هو الاستثمار، ومتى تستثمر ومتى لا تستثمر. وتعلمت أمور كثيرة، وما زلت أتعلم، علما بأنني الآن لم أحضر إلا قرابة 50% من البرنامج. ولو عاد بي الزمن وعلمت عن هذا البرنامج لن أتوانى في حضوره. وأيضا الأخوة العاملين خلف الكواليس لهذا البرنامج على أخلاق وتعامل وتعاون جيد بل ممتاز. فأقول لك أخي في الله، أقول لك يا من تسمعني، أرعي لي سمعك، وأقول لك سر: لا تفوت هذا البرنامج، لأنك سوف تجد الفائدة العظيمة والفائدة الكبرى. وأيضا أقول لك، علما بأنني لم أنتهي من البرنامج معهم، ولكن مر من البرنامج ما يقارب 50%، والجاي أفضل وأعظم. عبد الله سراج الحربي، المملكة العربية السعودية، تخصصي في علم النفس، وهو بعيد عن الكوتش المالي، ولكن وجدت الكوتش المالي رائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.